السلام عليكم يا أحلى متابعين، كيفكن؟ اشتقت لكم كتير. يا رب جميعا تكونوا بخير وصحة وسلامة ومرتاحين البال دايما يا رب. اشتقت لكم كتير، سألتوا عني كتير. حكيتوني، كتبتولي، قلتولي ليه وين غطيتي، وين رحتي، وين اختفيتي. طيب أنا بهيدا الفيديو اليوم السبت، تمام؟ اليوم السبت حأحكي لكم تفاصيل من آخر فيديو تركتكم فيه لليوم. هلأ الدنيا تقريبا الساعة 2 بعد الظهر. أنا فصلت من الدنيا واللي فيها، قعدت برا، قلت خلص حأعمل لي فنجان قهوة وقعد برا عصرونية. كلنا بنعرف انه بعد الظهر قعدتها احلى حتى من الصبح، تمام؟ ف هخبركن هيك شوية خبريات من أول فيديو، من أول ما تركتكم لحد اليوم. أنا آخر فيديو نزلته من بعدها اختفيت، عنكم. طيب هخبركن شو صار معي. أول شي قولولي، اعطوني رأيكم بهالطقم اللي حطته، ان شاء الله يكون عجبكم، لانه بيعطي الوان حلوه وبيعطي طاقه حلوه ويفرفح القلب هيك، تمام؟ شركة البيوت، انتو بتعرفوا انا الي لشهر 10 الجاي يصير لي سنتين بهيدي الشقة. يعني شهر الجاي، اليوم نحنا شهر 9، شهر الجاي يصير لي سنتين بهيدي الشقة، ماشي؟ فشو صار معي؟ يلي صار من اول ما نقلت على الشقة، وانا اي شي يعني من اول ما نقلت تقريبا سنتين لهلا صرت مغيرة عندي غرفة السفرة تقريبا 4 مرات او 5 مرات، ماني متأكدة ليه غيرتها. بعدني نقل جديد ومبسوطة بالشقة، مبسوطة بكل شي. عبتلاحظوا التغيير اللي بعمله على البرندة، على البلكون، دايما عطول عندي اشياء كتير حلوة بغيرها. بحب دايما جدد، بحب دايما يكون في شي حلو، يكون في شي هيك، انه ما بحب الروتين يلي دايما يكون نفس الشي نفس الشي، الواحد يزهق، تمام؟ فبحب غير وبحب جدد، وهيدا اكيد ما حيكون هيك، ما حيكون ببلاش. نحنا كله هيدا حنا عم ندفع حق وعم نشتري. طيب وانتو كمان لاحظتوا، يعني انا ما بطلع الا ما يكون بحاول انه الفيديوهات تبعي يكون فيها مجهود عالي، يكون فيها متعوب عليها مثل ما بيقولوا، يكون في شي راحة نفسية. هلا حاشرب قهوتي ونقعد مع بعض نكمل. المهم وهيدا اني اشتغل على هالموضوع، هيدا حيكون مكلف، ما حيكون يجي والله من الهوا حدا يجي يتبرع لي ويعمل لي ويغير لي، لا، كله مني. المهم نرجع لموضوعنا. غيرت عندي المطبخ ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد، كتير كبير، يعني تقريبا غرفة. فكل ما اجيب طاولة بحس لا هي صغيرة، بدي طاولة اكبر. كل ما اجيب طاولة حقعد شوي، كل ما اجيب طاولة تاني بقول بحس هيدي صغيرة الطاولة، بدي طاولة اكبر، بدي لون تاني، بدي وبدي وبدي. طيب كل هالاشياء يلي انا عم غيرها وين عم تروح؟ نحنا عنا بلبنان يعني ما شاء الله، الحمد لله لا قوة إلا بالله، عنا بيوت، يعني عنا ما شاء الله للعيلة كلها. فأنا شو بقول؟ كل ما غير طقم جديد، شو بقول؟ مع خسارة بيعه أو خسارة أعطيه أو خسارة حخليه ابعته على لبنان، على بيتنا. أنا بيعتي، يعني مش إنه ماني بيعتي، بيعتي كتير أشياء. فالمهم بقول خليني ابعته، خليني ضيعانه حلو معجبني، بس ما زبط على المطبخ تبعي، تمام؟ وانا شو كل هالوقت تخيلوا كل حدا هون عنده بألمانيا
طابق تحت الأرض يعطوه منه غرفة، يحط زيادات البيت، البسكليتات، الأشياء يلي ما بيعوزها. فأنا لحسن حظي قد ما ربنا بيحبني عطوني غرفتين كبار، غرفتين كتير كتير كبار، تمام، لحتى أحط أغراضي فيهم. فأنا يعني كل ما أغير شي وين بدي يروح فيه نزله لتحت، نزله لتحت. لحد ما ونحن عنا بالشتاء شو بيصير؟ يصير رطوبة عالية. والسنة اللي فاتت صار كتير طوفانات في كتير مطارح بيوت، صار الطوابق الأرضية واللي تحت الأرض صار فيها يطوفوا البيوت، يطوفوا مش البيت اللي نحن عايشين فيه، اللي تحت الأرض يلي حاطين فيه أغراضنا. فيلي خلاني أوصل لهون شو شركة البيوت يلي هي عطيتنا هيدا البيت، بعتت إلي ولكل السكان يلي بالبيت يلي مثلي مثلهم، بعتت لنا خبر: حاولوا تخففوا قد ما فيكن من الكالا يلي هو الديبو، حاولوا تخففوا منه وتطلعوا عشان الرطوبة حتكون عالية. كل ما تجي شتوة كله عم بيعفن وعم يرطب ورطوبة عالية. طيب أنا شو بدي أعمل بها؟ وين بدي أروح فيهم؟ وين بدي أحطهم؟ عندي كمية، عندي 3 طاولات سفرة تخيلوا، و12 كرسي، والله العظيم 12 كرسي. كل طاولة إلى 4 طقومة كراسي، ماشي، كل طاولة إلى 4 طقومة كراسي. طب شو بدي أعمل أنا؟ وين بدي أروح بكل هالشي؟ شو بدي سوي؟ ما كان عندي حل غير إنه انزل لتحت وطلع طلع طلع. ما حقلكن إذا الفترة هاي الأيام اللي مرقت يمكن حسيت حالي عم بشتغل أشغال شاقة والله. زوجي أبو ولادي يروح على شغله يشتغل 8 ساعات دوام عادي، يروح ويرجع، هو يروح وأنا ببلش شغل تحت، يرجع وبعدني بكون ما خلصت. فما فيني لكم المعاناة، التعب اللي تعبته شي ما بينطق، تعبت تعب. خليكن حظبط هيدي هيك أحلى، تمام. ايه شايفين؟ صلوا على النبي، صلوا على النبي. المهم حاخد كمان قهوتي. المهم يروح ويجي وبعدني ما خلصت. المهم طلع بالاغراض، طلع بالطاولات، طلع طلع طلع، متت يعني شي مش طبيعي، متت كتير صعب، كتير تعب. بالصدفة عم تحكي معي عندي متابعة من مصر الحبيبة، بنت أماني حبيبة قلبي. أكيد أنت عم تشوفي هيدا الفيديو صح؟ لو عم تشوفي هيدا الفيديو حخبرك من بعد ما حكيتيني يا أماني شو صار معي. فضليتني إلي كم يوم كل يوم بحس حالي خلص فصلت، يجي المسا وبعدني ما خلص بقول خلص حأترك وما عش فيني، حبكرة كمل. يعني بلس الشغل البيت بلس الطبخ بلس بدي أعمل، يعني مش بس هيدا هو. ففرطت يعني كان علي شغل، نسيت القناة، نسيت شو عندي وجبات، نسيت شو بدي، كله هيدا تركته ومركزة عم طلع الأغراض. طب أنا عندي غرفتين كبار، ماشي، والله العظيم ما فيني لكم شو صار فيني. الطرقة اللي تحت متلين أغراض، الدرج، يعني تقولوا مخزن، ما فيني اوصف لكم قد ايه في اغراض كتير. المهم اللي حخبره هلا هيدا اكشن فيلم هندي صار معي، تمام. طيب هيدا الي كم يوم اخر فيديو نزلته، شوفوا اخر فيديو لليوم وبعدني ما خلصت، بعد عندي 2-3 كل هالشي عم بعمله لحالي، تمام. المهم وانا عم طلع اغراض طلعت لقيت هيك في شغلات. جارتي الألمانية يلي يمكن صرتوا تعرفوها،
جارتي هيدي جارتي وصديقتي الألمانية، هيدي أنا وياها يعني مثل العيلة ومثل الأهل، بحبها كتير وبتحبني كتير، ومنساعد بعض ومنعين بعض. عندي شي ما بدي إياه إلا خديه يلزمك. عندي طقم للحديقة، كراسي وطاولة، عطيتها إياهن، قلت لها حطيه عندك، حيلزمك. فرحت فيه قد الدنيا. شو ما بطبخ فورا لو بدي يمكن اقلي صحن بطاطا بدي ابعت لها، ماشي. فهيدا بيقولوا الجار قبل الدار. والله هي ألمانية يعني. المهم انا تحت عم طلع الاغراض وحاطه الباب المدخل الاساسي مفتوح، حاطه الموبايل تبعي بالطرقه، والطرقه هيدي مقابل شو مقابل الباب الاصلي، المدخل مفتوح على وسعه. عنا من تحت باب يودي ودرج يودي على الحديقه، باب يودي على الحديقه اللي انا هلا قاعده فيها. لو ما في هيك شغلات كنت صورت لكم، حفرجيكم شوي. شايفين هيدا هون اخره في باب عايدكم اليمين بينزلكم فيه له درج تحت، بينزلكم على الحديقة، على الهيدا الديبو تحت يلي عم بحكي لكم عنه. جيت انا عم بعطيها الاغراض، عم بعطيها الطاولة، عم بعطيها الكراسي، عم بعطيها الهودي الليجي تبعوت الحديقة وكل هالأمور. رحت رجعت، موبايلي وين؟ أنا بعرف إنه حطيته قدامي يعني ما حيضيع. وين الموبايل تبعي؟ اختفى. طب كيف اختفى؟ مين حيفوت؟ مين؟ كيف اختفى الموبايل؟ شو بدي أعمل؟ طلعت ركضت لعند جارتي، قلت لها قومي اتصلي علي، رني علي، تليفوني موبايلي اختفى. ترن علي، ترن تقلي عم بيرن بس ما حدا عم بيرد. ركضت لوين؟ لعند بنتي، قلت لها ماما انا حاطه عندي الايفون، كلنا بنعرف الايفون فينا نحط عنا عليه نسجل، لو ضاع منلاقيه. مدري اسمه فندمش ولا فوبستو ولا هيك شي يعني، المهم بيلاقيني، عرفتوا للايفون هيدا. طلعت بنتي لقت لي ماما موبايلك انت وين كنتي نسيتي؟ قلت لها انا بعدني لا رحت ولا جيت، كل الوقت انا بالبيت ما طلعت، لا رحت ولا جيت. قالت لي موبايلك بشارع تاني، بشارع نحن يعني هون. تخيلوا قد ما الشوارع كلها الشوارع ممكن شارع يكون بالضبط يكون مثل ما صار فيني. هيدا الشارع يعني ورا بيتي، يا دوب فيه 500 متر ورا بيتي، وانا ساهية عن اسمه لهذا الشارع. قالت لي ماما انت نسي، انت رحتي انت جيتي، قلت لها لا رحت ولا جيت، وين بدي انسى؟ ففورا اتصلت بالبوليس، قلت لهم هيك انا عم طلع اغراضي من الكاله، عم بشتغل تحت، موبايلي اختفى، حدا سرقه، والهيدي على التطبيق عم ببين لي انه بهيدا اسم الشارع. قالوا لي رح نبعت لك البوليس وروحي لعند هيدا الشارع. والله العظيم يا جماعه ما حتصدقوا، كانت تقول نهار اكشن، كان يوم يعني ما فيني اوصف لكم اياه قد ما كان يوم منه طبيعي. المهم انا اركض، جارتي تركض، فرجيتها لجارتي الشارع، قالت لي هي ورانا يا دوب 500 متر لقدام. قلت لها هونيك الموبايل تبعي عم بيفرجينا. رحنا لهونيك، اجا البوليس، التقينا نحن والبوليس. فرحنا دقينا على الباب، في مرة ألمانية أجنبية بتحكي ألماني البافكت، بس ما بعرف كأنها أجنبية ما بعرف. المهم قلنا لها إنه الموبايل تبعي انفقد، وعم تفرجينا هيدي الاب إنه هو هون بهيدا المطرح، بهيدا الشارع وبهيدا البيت. قال لا ما عندي، ما انا هلا رحت عملت انا وبناتي مشتريات، عندها 3 بنات هيك 8 سنين 7 سنين هيك.
هلا كنت هداك الشارع عندكم اشتريت، عملت اينكaufen ورجعت على البيت. ف يعني البوليس يدور، طلع على الكراج تبع السقف، يدور سقف الكراج، نحن ندور بين الحشيش، ندور بين الهيدا، يعني ما كان شغالة. لحد ما فجأة طلعنا لقينا الموبايل محطوط بالضبط على الباب تبع الحديقة تبعها، و محطوط هونيك على الأرض على الحشيش. ففي شي يعني خلينا نحلل. طيب بس ما في دليل. طيب الموبايل اتسرق، الدنيا كانت امبارح عم تشتي، ساعة ما فقدناه كانت عم تشتي، يعني كان في مي، الحشيش كله شتا وفي مي. طب كيف هيك؟ كيف الدنيا عم تشتي وكيف الموبايل برا وكيف ما في عليه مي؟ بالعقل مزبوط ولا لا؟ معناتها حدا اخده كان مخبيه. لما نحس نحن قلنا لها للمرة انه في كاميرات، نحن ما عنا كاميرات، بس نحن قلنا في كاميرات لحتى بلكي يعني لا تعترف او شي او تخاف. فرحنا برمنا برمي قبل ما نلاقي، يعني وبنتي تطلع تقلي ماما بالضبط هون، بالضبط هون ماما دوري هون، لحد ما بالصدفة هيك عم بحبش لقيته. فكان يوم كله اكشن وحياة الله. انا وبنتي ورفيقتها وجارتي وصديقتي والبوليس، يعني كان يوم هالشي اخذ منا وقت تقريبا 40 دقيقة، بس كان يوم ما فيني إلكن. وتركت تحت الدنيا خربانة، وتركت الشغل وتركت كل شي. قلت لا خلاص اليوم ما عادش حأعمل شي، ما عادش حسوي اي شي خالص. فامبارح ما عادش عملت شي، رجعت على البيت حسيت حالي مهدودة على الضغط، على الستريس، على هيدا. قلت خلص ما حأعمل شي. واليوم ما عملت شي. اليوم بنتي حتيجي لعندي، قالت لي اعملي لي أكلة طيبة، حقوم هلا سوي لها هيك الأكلة الطيبة. ما بعرف لو حصور ولا لا، حشوف لو قدرت، لو كان الغزالة رايقة والمزاج حلو حصور. ماشي. هيدي هي الغيبة يلي غبت عنكن. مشغولة. طلعت كله حطيته بالشارع، كل اللي كنت مشيلتن لحطهم بلبنان ابعتن على لبنان، المفروشات وطاولة السفرة الكراسي كله طلعته حطيته على الطريق. ما فيها ساعة زمان، كله راح، كله راح، الناس اخدوه. يا دوب ساعة حطيتن على الطريق، ساعة كله راح. فهيدي هي غيبتي، وهيدا الفيديو اللي كتير حكيت فيه. استحملوني، تحملوني، ما عليه. هيدي هي ال الفترة اللي بعدت عنها، هي هو والله هيك كانت الظروف تبعي. فما تواخذوني وسامحوني وانتظروني. بشوفكن على خير والسلام عليكم.